نخسر؟ هو احنا جانا؟ هو احنا لعبنا؟ حد شاف برشلونه؟ حد شاف الفرقه؟ انا شايف عفاريت بتاعهم كانوا بيلعبوا 4-4 واحنا ولا في دماغنا لا حول ولا قوه. منكم لله اللي كانوا السبب ومنك لله يا جارد. احنا بنسكور تاريخي يا راجل. الواحد هيتنقط ممكن تبقى 6 و7 و8. انا قاعد اقسم بالله الواحد هيجيله جلطه. وانا منظر دي دفاع. السلام عليكم. بارسا 4 راه بزاف، 4 في شوط راه بزاف. كون غادرتو ما دار مدرب السنغال وخرجتوا في حالكم، قول لهم لا ما لاعبينش ما مكملينش نسحبوا، قول لهم تهلاو جمي دخلوا للفيستير ما تخرجوا تي يبردوا الاتليتيكو حيت راه جهلوا عليكم. أسوأ مباراة يلعبها برشلونة في تاريخه 4-0 ولا 4-0 جايين في الشوط الأول فقط. طبعا جارسيا بيسجل في نفسه والهدف اللي بيسجله برشلونة يسجله كوبارسي بيتحسب اوفسايد، وطبعا إيريك جارسيا بيطرد، وتدخل ابن سيموني على بلدي لم يحتسب وهو طرد فعلا، طرد حقيقي. لو رأيت الكرة هتلاقيها طرد فيه 100%. طبعا برشلونة قدم مباراة سيئة جدا. لم يكن يوم برشلونة ولم يكن اليوم يومك يا فليك. أداء سيء جدا بيقدمه برشلونة في مباراة اليوم. هل برشلونة يستطيع أن يعوض في المباراة القادمة اللي هتكون يوم 3 مارس إن شاء الله يوم الثلاثاء على الكامبينو؟ توقع معنا نتيجة المباراة القادمة. اعطينا رأيك في مباراة اليوم وادعمنا بالمتابعة. أتلتيكو مدريد أنهى المهمة في شوط واحد، سقوط مدوي لدفاعات برشلونة. بصراحة دفاع برشلونة أصبح أضحوكة، سهل ضربه، يكون الضغط منظم، يكون تفاهم بين لاعبي الخصم، راح يتدمر دفاع برشلونة. شفنا مساحات كبيرة وراء المدافعين. هجوم الأتليتي تفنن في إضاعة الفرص. النتيجة كانت قد تكون تاريخية اليوم. مع سوء برشلونة اليوم زيد شفنا سوء المعلق المصري. يا جماعة ما زالوا معلقين يهضروا بهذه الطريقة. عفن كروي من جهة برشلونة وعفن سمعي من عند شلبي. ويا برشلونيين قولوا لي في تعليقات اسكو راكم متفائلين بمباراة العودة ولا نقولوا باللي خلاص اتلتيكو مدريد تأهل؟ الماتش خلص الحمد لله. الايجابيه الوحيده اللي كسبها برشلونه في الشوط الثاني ان هو ما لبسش الخامس. ال 4-0 دي مع برشلونه فليك اللي في الماتش الثاني برشلونه تقدر ترجع. طبعا الموضوع شبه مستحيل بس برشلونه عملتها مع باريس 2017. برشلونه النهارده خسر 4 بس في اسباب كتيره جدا خلته ان هو يخسر بالنتيجه دي. اول سبب مثلا غياب اهم 2 لاعيبه موجودين في الفريق، بدري ورافينيا. الحاجه الثانيه الغلطه الكارثيه اللي عملها خوان جارسيا في بدايه الماتش، دي فتحت الماتش جامد لاتلتيكو مدريد. الحاجه الثالثه الحكم بوظ الماتش من بدايته. كان في انذارات كتير المفروض يطلعها لعيبه اتلتيكو مدريد، هو اللي بوظ الماتش والكره دي طرد على جوليانو سيميوني. برشلونه اتظلم في الماتش ده في كذا كوره ودي اول كوره منهم. والجون ده هو كان نقطه التحول في الماتش كله. الجون ده لو كان جه برشلونه كانت تقدر ترجع. انا عايز اعرف فين الاوفسايد. ودي مش اول مره اجوان كتير جدا تتلغي لبرشلونه بالطريقه دي. وطبعا الطرد بتاع ايريك جارسيا اثر على الفريق في الاخر، زائد ان الحكم ادى وقت بدل ضيع 10 دقايق كان ممكن برشلونه يعمل حاجه برده. كل ده كوم بقى ولاعيبه اتلتيكو مدريد كلها فايقه وعندهم كميه لعيبه مش طبيعيه، لعيبه كتير جدا. واستغربت قوي مدحت شلبي في بدايه الماتش بيقول لك ان برشلونه عندها لعيبه جامده جدا على الدكه. ايه يا عم انت ما شفتش دكه اتلتيكو مدريد ولا ايه؟ خساره مستحقه طبعا لبرشلونه، وبرشلونه عنده الفرصه يوصل للنهائي حتى لو خسران 4. ايه هي نقطه ضعفك؟ دموع الطفل. دموع الطفل. دموع الطفل. ما اقدرش اشوف طفل بيبكي قدامي. والله تخسر 4-0 نتقبلها. اما يجيني برشلوني في التعليقات يقول لي هناك ريمونتادا في مباراة العودة. يا حبيبي ريمونتادا مين؟ يعني رافينا وراشفورد وبيدري كيش يرجعوا يسجلوا لك 7 ولا 5 اهداف. يا ولدي ريمونتادا تكون احشم على روحك. شوفوا التعليقات تلقى واحد برشلوني يقول لك انتظروا الريمونتادا. مانيش فاهم. إذا أنت برشلوني حقيقي وتتابع مباريات برشلونة أقسم بالله وهذه حلفانة تحاسب عليه، أنت كنت عارف في قناعة نفسك بتمر عليك مباراة بينهان فيها برشلونة، لأن أنت عارف وإحنا عارفين أن فكرة الدفاع المتقدم بيك فريق مثل اللي ياك اليوم، لوكمان على اليسار وسيميوني على اليمين والفاريز وغريزمان قدام، إذا كانوا في يومهم بيسوون فيك اللي صار فيك اليوم. وانت كبرشلوني وانا مؤمن تماما واي واحد يتابع كرة قدم مؤمن تماما شاف مباريات برشلونة يعرف اذا كان في فريق مهاجمين في يومهم بيصير نفس اللي صار في مباراة اليوم. وانت كبرشلوني كنت عارف ومتأكد ان هالليلة بتصير، ولكن متى ما تعرف، لانك قاعد تلعب امام اندية سيلتا فيجو سويداد بلباو، ما قاعد تلعب امام مهاجمين مثل اليوم. مع انها كارثه وفضيحه نشيل 4-0 من اتلتيكو مدريد، لكن المباراه تنتهي 4-0 والله دي نعمه كبيره. ان شاء الله الاياب المعلم ده قاعد، وان شاء الله المعلم ده برضه قاعد. عملناه قبل كده، عملناه قدام باريس ما يغلبنا اتلتيكو مدريد، لكن لكل حادث حديث.
ايوه يعني التقنيه هسه بقت شغاله. ليفاندوسكي مخسرين لنا 3 نقاط في مباراه بيتيس الموسم اللي فات، والموسم ده مباراه بيتيس حار مننا من بلنتي وهدف، واصلا التقنيه بقت شغاله. يا اخي احنا مغلوبين 4 مشوا لنا الجون ده ساي. شوف فيرمين تشوفه في الميدان اكثر واحد ظاهر، لكن قاعد يضيع كوره كثيره. يعني اول فرصه في الشوط الثاني ضيعها، ثاني فرصه ضيعها، في الشوط الاول فرصتين ضيعهم، واناني يعني بتاعت انت معاك ليفاندوسكي دي باصيه بس يعني. انذر ديزاستر كلاس. الاميره فرانك ديونج، شوفوا ديونج عامل كيف بدون بدري، يعني يتصلح حته كده لما جا جنبه اولمو، لكن شوفوا قبال اولمو لما كان معاه كاسادو، والله فضيحه. شوفوا الاهداف، انا بعدين هعمل لكم فيديو اوريك انه ديونج مسبب في هدفين ولا 3 اهداف. شوف بصراحه يا عمو فليك، انا قلت الكلام ده قبال اسبوعين 3، انت ما قاعد تعاين اصلا للفرق المنافسه. يعني انت عارف اتلتيكو وعارف ميدانهم كعب، حضرت المباراتين اللي فاتت خسروا من بيتيس في ملعبهم لانه ملعبهم كان بيزلق. يعني انت الدفاع المتقدم الحياه الزي دي اخيره شويه، لو ما قدرت تلعب راحوا لعب جيرارد مارتن على الاقل يعني، لكن انت بالدفاع بالطريقه دي محظوظين ان احنا انتهت 4-0 بس. هنا معلش الفار بس ما مشى يفطر ويجي بس. كارت احمر مسخره عديل، يعني اراخو بخطوتين لحق باينه تدي احمر ليه؟ قلت بس الحمد لله الحكم العارض ده اي فال صغير ما ادانا له. فالمهم خساره مستحقه جدا، سيئين لابعد درجه. الشوط الاول المفروض ينتهي 8 المباراه كلها، الشوط الثاني قال له يعني خفف علينا البنج شويه، لكن صراحه اداء سيء. نتمنى في الاياب تحصل المعجزه.